بنت سايقة عربيتها في طريق مقطوع، بنزينها بيخلص وبتضطر تقف عند محطة مهجورة. وفجأة بتلمح مبنى أسود غريب مكتوب عليه المتحف الأسود. الفضول بياخدها وبتستنى لحد ما الساعة بتيجي 11 الصبح، وبيفتح لها الباب راجل أنيق وصاحب المكان وهو اسمه رولو. رولو بيحذرها وبيقول لها لو قلبك ضعيف بلاش تدخلي. بمجرد ما هي بتدخل بتلاقي معروضات غريبة جدا، وكل أداة ليها قصة جريمة حقيقية ومرعبة. رولو بيبدأ يفرجها على المكان، وبيقف قدام أول أداة وهي عبارة عن خوذة غريبة بتركب على الراس. ومن هنا بتبدأ القصة الأولى. كان شغال زمان في معمل أبحاث تكنولوجية، واخترعوا جهاز عبقري بيمكن الدكتور إن هو يحس بكل آلام المريض بالملي عشان يشخصه صح من غير ما يتأذى جسديا. الدكتور داوسون وافق يزرع الشريحة دي في مخه، وبقى دكتور أسطوري بينقذ حياة الناس لأن هو حاسس بوجعهم كله. لكن في يوم دخل مريض بيموت، ودكتور داوسون عاش معاه لحظة سكرات الموت والخوف وفقد الوعي. ولما صحي حصلت له صدمة نفسية غريبة، بقى مدمن آلام، بقى يستمتع جدا بوجع المرضى. الموضوع اتطور وبقى بيعذب نفسه في البيت عشان يحس بالمتعة دي. ولما ده مكفهوش نزل الشارع وثبت راجل غلبان بجهاز صدمات، وجاب شنيور كهربائي وقعد يخرم في جسمه وهو عايش في قمة النشوة والمتعة، لحد ما البوليس قفشوه ودخلوه المصحة. رولو بياخد البنت للقسم التاني من المتحف وبيوريها قرد لعبة ورا لوح إزاز. حكايتها بتبدأ مع زوجة اسمها كيلي، عملت حادثة وتحولت لكائن فاقد الوعي. جوزها جاك كان هيموت من الحزن، فرولو عرض عليه تكنولوجيا جديدة، إن هو يسحب وعي زوجته كيلي بالكامل ويزرعه جوه دماغه بنسبة 90% من مساحة مخ جاك الفاضية. كيلي صحيت جوه مخ جوزها، بقت تشوف وتسمع وتحس بكل حاجة هو بيعملها. الموضوع كان مبهج في الأول، بس المشكلة بدأت لما بدأت تتدخل في تفاصيل حياته وتتحكم فيه. هنا جاك الزوج ما بقاش طايق، فرولو عمل له برنامج على الموبايل يقدر يعمل قفل لوعي مراته في أي وقت جوه مخه. ولما جاك حب بنت تانية جديدة، قرر ينقل وعي كيلي بالكامل ويحبسه جوه قرد لعبة. اللعبة ما بتقولش غير جملتين بس، وكيلي الزوجة كده بقت محبوسة جوه اللعبة للأبد، بتشوف جوزها مع واحدة تانية وهي عاجزة تماما عن الكلام. بنوصل للقسم الأهم في المتحف، مجسم هولوجرام لراجل أسود قاعد على كرسي كهربائي. الراجل ده يبقى اسمه كلينتون، محكوم عليه بالإعدام. رولو راح له السجن واشترى وعيه بعد الموت مقابل فلوس يديها لعيلته. رولو خد الوعي وحطه في جسم هولوجرام جوه المتحف، وبقى يخلي السياح يدخلوا يرفعوا سكينة الكهرباء عشان يعذبوا الوعي ده بكهرباء حقيقية لمدة 10 ثواني، لمجرد المتعة والتسلية. ومش بس كده، رولو بقى يطبع لقطة التعذيب دي على هيئة سلسلة مفاتيح فيها وعي الراجل وهو بيتألم للأبد، ويبيعها على أساس إنها هدايا للسياح. الموضوع ده بيدمر عيلة الراجل ومراته انتحرت بسبب القهر. وانت بتتفرج فجأة لول بيبدأ يتخنق ووشه يحمر. البنت بتبصله بكل برود وتقوله أنا مش زائرة عادية، أنا اسمي نيش، بنت الراجل اللي انت عذبته بقالك سنين. نيش حطت لرول سم بطيء في زجاجة المية اللي شربها في أول الزيارة. رول بيموت، وفورا نيش بتطلع جهاز سحب الوعي وتسحب وعي رول وهو بيموت وتحبسه جوه مجسم وعي أبوها. نيش بترفع سكين الكهرباء لأعلى درجة، ما بتحددش وقت، وبتكهرب وعي رول مع وعي أبوها. وعي أبوها بيرتاح تماما وبيختفي، ووعي رول بيتحبس في عذاب أبدي جوه سلسلة المفاتيح. نيش بتاخد القرد اللعبة اللي فيه وعي كيلي وبيتولع في المتحف كله وتخرج. وهنا بنكتشف التويست الأخير والغريب. نيش زرع وعي أمها جوه مخها عشان تشاهد معاها لحظة الانتقام الأسطورية دي. لو عجبكم الانتقام المرعب ده، ما تنسوش اللايك والاشتراك.